طبعا قبل يعني قبل الشوط الاولاني ما يخلص بثواني، محمد هاني كان هيتسبب في كارثه النهارده. لو كان حصل حاجه النهارده، انت يا محمد هاني كرة ميته، الراجل لايز بيها، واقف بيها على الخط ومش عارف يديك يعني هو مديك ظهره، مش عارف يديك وشه والكلام ده. انت تخش وتقوم جاي مخلص الليله وداس على رجله وانت عندك انذار. المخ ده ما بيشتغلش ليه؟ ما بتشغلوش دماغكم ليه؟ يعني الكوره زي دي لو انت سبته والله هو كان طالع بيها بره، والله هو لايص مش عارف لا يخش بيها الملعب ولا يطلع بيها، لانه واقف على الخط وانت ضاغط عليه صح. بس حته انك تحط رجلك على رجله دي، خدت الانذار الثاني وانت واخد انذار، اتطردت. كان ممكن المنتخب لو خسر النهارده كنت انت اللي تشيل الليله النهارده. وخلي بالك بقى من الكلام، مش انت بس، كل اللعيبه تخلي بالها من الكلام ده. كور ملهاش لازمه بتاخدوا فيها انذارات وبتاخدوا فيها طرد وتخسر فرقتك، والناس هي اللي تشيل الليله مش انت بقى. ما انت هترجع تاني النادي الاهلي وهتلعب ومفيش مشكله وخلاص، ما احنا كده كده كنا خارجين يعني. ده اللي هيتقال يعني. فانا ما اعرفش اللعيبه ودولي ازاي وخبره ازاي والكلام ده. طبعا كهرب الدنيا بين الشوطين. كابتن حسام حسن عمل جريمه مكتمله الاركان، جريمه مش كارثه، جريمه مكتمله الاركان. تطلع مرموش يا راجل وفي اتنين، بغض النظر بقى احنا مالناش دعوه بقى لا بيلعبوا فين ولا بيتنيلوا فين، عشان احنا اللي هيقول لك اصل انت مش قصاده. والله العظيم احنا بنحلل اللي احنا شايفينه، وعشان مصر ومنتخب مصر وعشان البلد. مالناش دعوه بالانتماءات والميول، لان كل الناس بتكلمني بعد الفيديو اللي فات اصل انت مش عارف ايه، اصل انت جاي على فلان على حسب يا جدعان احنا بنحلل اللي احنا شايفينه في المباراه. مالناش دعوه هو يلعب هنا ولا يلعب هنا، مالناش دعوه. احنا دلوقتي بنتكلم على منتخب مصر. ففي اتنين النهارده على الفرقه، زيزو وتريزيجيه. ومفروض تريزيجيه بعد الماتش اللي فات ما يبداش يا كابتن حسام، ما يبداش. كان المفروض مصطفى محمد بجد بما يرضي ربنا. انت النهارده عملت التغييرتين، التغييره الاولانيه اللي هي رامي ربيعه جنبك الصواب فيه، حاجه زي الفل وحاجه النهارده تحسب لك. ورامي وحمدي فتحي مع ياسر ابراهيم كانوا نجوم المباراه النهارده، بالذات الشوط الثاني كله. فانت من بدايه المباراه لازم مع مصطفى محمد ومرموش ناحيه الليفت وناحيه الرايت محمد صلاح، وتحط بقى اتنين زي ما انت عايز، اتنين تلاته في نص الملعب يعملوا الشغل ده. فانت جيت قمت جاي عامل الجريمه، سحبت مرموش. هل ان هو مصاب؟ لا، ده هو خارج زي الفل. هل ان هو في حاجه؟ لا. وقمت جاي منزل امام اللي هو مش شايف، وانت مطلعه الماتش اللي فات. انت خفت من اللجان ولا ايه؟ قول لنا لاجل النبي، بس دي مصر، ماليش دعوه بقى باللجان بتاعت الاهلي ولا الزمالك ولا ايه. ده مصر. انت خفت قمت جاي حاطه رقم واحد في التغييره. طب انت هتطلع مرموش نزل مصطفى محمد، هتطلع مرموش انزل محمد شحاته يلعب ناحيه الرايت، طالما ان انت عايز تقفل الحته بتاعت اليمين ومحمد شحاته رجليه في الملعب، مش امام عاشور اللي انت مخرجه الماتش اللي فات عشان لسه ما جهزش. ما هو انت ما تضحكش علينا. انت تطلع النهارده وتقول لي اصل انا بلاعب امام عاشور عشان فجوه ايه؟ الاعب محمد شحاته اللي هو رجليه في الملعب وعنده الانقضاض والسرعه والضغط والكلام ده احسن من امام عاشور. ده لو انت عايز تلاعب. وبرضه ما يطلعش مرموش، اللي يطلع يا زيزو يا تريزيجيه اللي هم ما لهمش اي تواجد. والنهارده والماتش اللي فات محليين سيرف. الكلام ده يعملوه بقى على الفرقه بقى بتاعت طلائع الجيش وحرس الحدود والمقاولين ووادي دجله والكلام الفاضي ده، اللي هم يعمل لي كده ويعمل لي كده، يعمل لي كده ويعمل لي كده. هنا النهارده ده يعمل كده، الراجل يحطه في ظهره وياخد منه الكوره والتاني يقع. يا ابني مش حكام، مش الحكام بتوع مصر دول، حكام واخدين على الطريقه الاوروبيه. خش والتحم والكلام ده. لو ما كنتش قوي وهتاخد الكوره مش هحسب لك فاول. فلازم تعيد حساباتك في الحته دي. الموضوع مش حب وكره يا كابتن حسام، دي مصر. واحنا ما صدقنا ان ربنا كرمك النهارده، واحنا فرحانين وفرحانين. واحلى حاجه عملتها النهارده وتحسب لك التغييرتين بتوع محمد شحاته مهند لاشين. شوف برغم ان هم نزلوا، قال له الضغط على المنتخب، الخطوره مش الضغط، الخطوره على منتخب مصر. يعني الاول الشناوي النهارده نجم المباراه الاول بلا منازع. يعني لولا الشناوي النهارده
مصر النهارده تشيل 3 4 مستريح، برغم ان جنوب افريقيا نازله مرعوبه منك وخايفه منك ومتكهربه منك، وما عملتش الكلام دوت غير لما انت عملت لهم الفجوه اللي ناحيه اليمين بتاعت امام عاشور. وفين وفين في الدقيقه 79 لما انت قمت جاي منزل مهند لاشين يقفل لك نص الملعب مع مروان عطيه هو ومحمد شحاته، وبرضه قمت جاي مطلع صلاح عشان تثبت للناس ان انا بطلع صلاح. يا عم لا، ده هو الوحيد اللي كنا بنطلع عليه، ده عامل كورتين لامام عاشور يخلصوا المباراه، كورتين مرتدتين لامام عاشور يخلص، واحده اتعملت لتريزيجيه لو داس عليها صح هياخد ضربه جزاء يا يروح للجول. بيقطم تاني ليه؟ بيجيبها تاني على العجزه ليه؟ ما يدوس عشان ياخد ضربه جزاء، يا اما هيروح انفراد ويجيب جول. فالحاجه الحلوه بنقول عليها حلوه، يعني رامي ربيعه النهارده يعني شابوه يا كابتن حسام، بنرفع لك القبعه فيها. انما زيزو وتريزيجيه لا، ويلعبوا لغايه 70 دقيقه لا، وهم مش شايفين لا، وهم لعيبه محليه اعدل بقى يا كابتن حسام اذا كنت عايز تاخد البطوله وترجع، مفيش حب وكره بقى. اعدل عشان ربنا يكرمنا، لان انت دلوقتي خليت كلنا عندنا طموح بعد اللي احنا شفناه. مفيش الا فرقه المغرب بما يرضي ربنا، هي الفرقه اللي تقلقك، مع ان بيجوا قدام مصر وبيبقوا حاجه تانية زي جنوب افريقيا. جنوب افريقيا الماتش اللي فات ماسكه انجولا مربعات ومثلثات وتغيير ملعب واختراقات وترقيص وشوط من بره، ده الراجل شاط من نص الملعب جت في المقص. النهارده ما شفناش الكلام ده. ليه؟ عشان عارفين قيمه مصر وعارفين قوه مصر. وللمره الثانيه وعلى التوالي صلاح اللي كسب منتخب مصر. طبعا كل الفرقه النهارده رجاله غير الماتش اللي فات، النهارده كله بلا استثناء، حتى الوحشين بس غصب عنهم، لان ده مش يعني يسأل عنها كابتن حسام، مش هم اللي خليتهم لغايه الدقيقه 70 80 اللي هو تريزيجيه وزيزو، اللي انا شايف ان هم ما لهمش اي دور وعلى على الفرقه. واحد ياخد الكوره ده واقف في كوره كده في نص الملعب الشوط الاولاني عمال يعمل لي كده. ايه يا عم في ايه؟ عمال يتخمس لي، هو انت راكب عربيه عمال تت. طب الراجل واقف ولا انت رقصت ولا كسبت مساحه ولا خدت حاجه وعمال يعمل لي. يا عم في ايه وانت ساحب؟ وانت بتلعب لي الثلاث ورقات الكره قدام وما كسبتش بيها خطوه لقدام. برضه عشان ما يقولش ان احنا مستقصدين حد، والله احنا بنتكلم على الايجابيه النهارده. الايجابيه النهارده ان انت لما كنت بتطلع ده الفرق. مرموش النهارده الفاول اللي شاطه ده، يعني لو في حظ شويه لو ما لفتش في الاخر كانت هتبقى في المرمى. سيبه يا عم عشان فاول زي ده. بعدين مرموش بيشيل شويه ويخف الضغط عن صلاح، انت طلعته خليت الفرقه الثانيه بقت تهاجمك بكل قوتها. حتى الراجل رقم 14 ده كان بيبقى واقف على ال 18 اللي هو بيشوط الكوره ده من الجون للجون ده. فانت اديتهم الفرصه في الشوط الثاني. لو انت عملت التغييره بتاعت محمد شحاته والله كان الموضوع اتقفل وما كانش فيه اي خطوره ولا كنا نحس باي بفرقه يقعدوا بقى هم ايه الاونطه يمسك كده يغير كده يجيبها كده يوديها كده يجيبها كده وفي الاخر الشناوي يطلع ياخدها. ده لو عملوا كروس. انما انت خليت الجبهه اليمين دي سداح مداح، هم داسوا فيها زي ما هم عايزين. كابتن حسام الفترة اللي جاية ده أو طبعا الماتش اللي جاي خلاص احنا الحمد لله رب العالمين وصلنا النهارده بقى لغاية ان شاء الله دور ال 16. فكر بقى في دور ال 16، شوف انت هنقابل مين ولا هنلاعب مين ايا كان، وتبدأ من دلوقتي تتمرن على الطريقة اللي انت هتلعب بيها في دور ال 16. احنا والله العظيم باللعيبة دي ناخد البطولة.